السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ آه، خلاص خلصت كده خلاص، و اتحاد الكرة خربها وقعد على تلها. اللي انا عايز اقوله، ما ينفعش يبقى المعطيات اللي عندك، اللي انتوا كلنا شايفينها في مصر، وعايز نتيجة كويسة. معطياتك يعني ما بتوجهش المعطيات بتاعتك الا لنادي واحد بس في مصر، هو الاهلي. اتحاد الكوره اتحاد الكوره في مصر اللي خدام للاهلي، خدام للاهلي كل حاجه بقى، في كل حاجه. كان زمان الحكام عيني عينك وش وش كده، وشفت الكلام ده لايف وانا صغير كده، شفته لايف ماشي. دلوقتي بقت حاجات تانية، لجان مسابقات ولجان انضباط وعقوبات على لعيبه وعقوبات على لعيبه لا، ولجنه مسابقات بتاجل لفرقه وما تاجلش لفرقه تانية، وحاجات تانية دخل، وخطف لعيبه ومش خطف لعيبه، ومجالس ادارات بتيجي فاسده تبوظ نادي زي نادي الزمالك كده. بقاله 20 سنه السوس بينخر في عظمه، بينخر في عظمه لحد ما ربنا نجاه الحمد لله، وادينا بنعاني منها اهو. كويس ان احنا خدنا دوري سنتين من سنتين. مش عايز اتكلم على الزمالك دلوقتي، انا عايز اتكلم على المنتخب. ما تنتظروش حاجه خالص طول ما النظام الكره في مصر ماشي لنادي واحد فقط لا غير. انا ما رضيتش اتكلم امبارح، وبتكلم النهارده بعد ماتش الكاب فيردي وموريتانيا. يعني سيبكم من كاب فيردي، احنا شفناه البطوله اللي فاتت، وشفناه البطوله دي لما طلع الاول لمجموعته، كنا مستهونين بيه. وانا واحد من الناس شخصيا كنت متفائل قوي ان الراس الاخضر ده مش هيوصل يعني. انما الماتشين اللي لعبهم خلاص. شوفوا موريتانيا بقى عامله ايه: لياقه بدنيه، سرعه، مهارات، حرفنه، لعيبه واقفه صح، لعيبه بتعمل تاكتينج، كلام المدرب، بتنفذ تعليماته، عندها روح قتاليه في الملعب. لا انا يعني موريتانيا كان بنروح لها او بتجيلنا، كنا في نواكشوط كنا بناكلها خمسات وستات. انما النهارده اللي انا شفته، هي خرجت بشرف، هي خرجت من دور ال 16 بصوره انظف واكبر واشرف من اللي خرج بيه المنتخب المصري. كان فيردي لغايه اخر دقيقه، وغلطه من مدافع موريتانيا بيرجعها للجون، مش عارف يرجعها كان بيرجعها للجون، فلعيب تاني لقطها، الجون طلع عمل له عرقله، وما كانش فيه غير كده. بالنسبه للجون بقى، الحارس المرمى بتاع موريتانيا لو شفناه عباره عن هيكل عظمي عليه شويه لحم، لكن حارس مرمى جبار، حارس مرمى جبار. يعني انا لو لما شفته وهو واقف في السلام الوطني بتاع موريتانيا، قلت لو جت في كوره جامده من الولد اسمه بيبي دوت بتاع راس بتاع كاب فيردي، ممكن يطير رقبته. بسم الله ما شاء الله، واد كويس جدا 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 جدا. عندهم لعيبه حريفه جدا، عندهم لاعب في خط النص غير طبيعي، غير طبيعي. بيستلموا كلهم تحت ضغط كويس جدا، بيستلموا كلهم من حركه، بيستلموا كلهم من ثبات، قتال على الكوره اللي بتضيع في واحد تاني بيجري يروح يجيبها، او لو الكوره في المنطقه اللي في الاثنين لعيبه اللي في المنطقه يحاولوا يجيبوها. لا فرقه تقيله، فرقه غير موريتانيا بتاعت كل سنه. فانا اللي انا عاوز اقول عليه ان فرق افريقيا الصغيره بتطلع من كل دوره العاب افريقيه، بتطلع لان كل لعيبتها، موريتانيا دي لعيبتها محترفه في السعوديه ومش عارف، واعتقد في العراق واحد ولا في تركيا، غالبا تركيا والسعوديه. يعني انتوا عمركم سمعتوا عن الدوري الموريتاني؟ يعني عمركم كده قعدتوا كده شفتوا ان مثلا فرقه ام البتعه بتاعت موريتانيا دي، نادي ام البتعه ده بياخد مثلا الدوري مثلا والكاس، عنده دوري 250 دوري و300 كاس يعني؟ عمركم سمعتوا كده؟ عمركم سمعتوا عن الدوري الراس الاخضر؟ طب بلاش، عمركم سمعتوا عن الدوري السنغالي وان في فريق من السنغال مكتسح الدوري هناك؟ عمركم سمعتوا عن الدوري الكاميروني؟ مفيش الا الدوري المصري.
الدوري المصري اللي فيه الزمالك والاهلي وخصوصا الاهلي. كل خدمات اتحاد الكوره ولجنه المسابقات والمنظومه الرياضيه كلها مخصصه لخدمه النادي الاهلي. لازم الاهلي هو اللي يكسب وياخد الدوري كل سنه وياخد الكاس، ولازم الاعلام يسانده لما يقع، ولازم كل الناس تطلع تغني له وهو واقع عشان يقف تاني. ولما بياخد بطوله ولا بيكسب الزمالك بيعملوا له كتاب وعيد ميلاد الماتش اللي كسب فيه الزمالك، زي عيد ميلاد القضيه ممكن كده. ما شافوش بعديها خير، ما شافوش بعديها خير. فاللي انا عايز اقوله يا جماعه، الفساد هو ده نتيجته. طالب جايب 50% في الثانويه العامه وعمال يعافر وعايز يقدم في كليه الطب. هتخش كليه الطب ازاي؟ هتشيل الاستمارات وتملاها بالرشوه وتدي واحد قرشين عشان يدخلك مش عارف تعمل ايه، علشان مش عارف تجيب ايه، وعشان تزور مش عارف نمر ايه. ماشي. ولو دخلت كليه الطب بره بالشلوط بره مش هتخش. ولو دخلت من اول محاضره من اول امتحان بره. ايه معطياتك؟ ايه معطياتك؟ ايه الكره؟ ايه معطيات الكره في مصر؟ فساد 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 بادئ من اتحاد الكوره، بادئ من اتحاد الكوره. كابتن حسن شحاته لما عصام عبد الفتاح جابه سنه 2009، لا 2009 ايه 2004 باين، لا 2004 2005، كان جابه مؤقت بس كده لحد ما يلموا نفسهم تاني عشان يلموا المنتخب بعد الكابتن الجوهري، وعشان يشوفوا مدرب اجنبي. ماشي. وكابتن حسن شحاته قال لهم انا مش حاجه بصفه مؤقته، انا لو حاجه همضي وهقعد، ومش عايز حد يقول لي خد ده وما تاخدش ده. عمل ايه كابتن حسن شحاته؟ طلع ذكي جدا، خد 3/4 فرقه الاهلي اللي الاهلي لاممهم كلهم من الدوري من الانديه. كان ساعتها وكاله الاهرام للاعلان كانت بتصرف الزمالك لو عايز لعيب، كان ممدوح عباس رضي الله، استغفر الله العظيم يا رب توب اليك يا رب، كان يتفاوض مع اللاعب والاهلي يروح ياخده على الجاهز باعلانين من وكاله الاهرام للاعلان. خد على كده كتير بقى، خد بركات بقى وبرتريكا وسيد معوض وعماد النحاس ومحمد شوقي بالمصري وحسن مصطفى ومين تاني ده كتير. فالكابتن حسن شحاته راح واخد فرقه الاهلي خدها كده اهو ماشي، وراح طالع بيها وطعمهم بقى محمد زيدان وطعمهم محمد جدو بتاع كان اعتقد كان ساعتها في الاتحاد باين في الاتحاد، وعلى اللعيبه المحترفه احمد حسن وهاني رمزي وعبد الظاهر السقا يعني. وقال لك هم دول اللي بيلعبوا في افريقيا، وهو ده اللي الاهلي بقى له سنتين بياخد كاس افريقيا. هاتوا حتى انتقدوه ساعتها وقالوا ليه ما خدش جمال حمزه من الزمالك وشيكابالا. قال لهم اخد جمال حمزه ولا اخد ابو تريكه؟ اخد جمال حمزه اللي ما جابش بطوله للزمالك ولا اخد ابو تريكه؟ يعني كابتن حسن شحاته شغل دماغه، مصر هي المهمه مش الزمالك، ده زملكاوي. كابتن حسن شحاته زملكاوي رمزي للزمالك، انما شغل دماغه. منتخب مصر خد بيه 3 دورات ورا بعض 2006 و2008 و2010، وخرج اتحاد الكوره ولجنه المسابقات وكل حد له كلمه في اتحاد الكوره ما كانش له كلمه قدام حسن شحاته. عشان كده نجحنا. المره دي كابتن طاهر الشيخ، انا قلت قبل كده قبل البطوله، قلت اختيارات القايمه لما نزلت بتاعه زفت الطين ده ماشي، كل اللعيبه اللي فيها قال لك دي اختيارات وكلاء لعيبه. عنده حق. يعني انا بسال سؤال معلش، يعني احمد حجازي ده انت واخده ده اوفر ايج ليه؟ طب انت خدته واخد مع ياسر ابراهيم اللي بيلعب جنب عبد المنعم جاهز مجهز تمام، هو ياسر ابراهيم بيلعب في الاهلي واخد معاه بطوله افريقيا الاخيره، يعني الاثنين في تفاهم بينهم وبين بعض. طب انت بتلعب احمد حجازي ليه؟ وكلاء لعيبه، وكيل اللاعبين بيرش لعب لاحمد حجازي البطوله كلها بقد كده، لعب لي احمد حسن كوكا، خلي بالكم احمد حسن كوكا لعبه لي بس نص ساعه، نزله اول ماتش بتاع موزمبيق وما شافهاش تاني،
يعني انت حتى لو انت شايف ان اللعيب ده في حاجه احنا مش شايفينها، ماشي، تلعبه في الماتشات الوديه بتاعتك من اول الماتش، مش مهم. ما انت عارف مصطفى محمد وعارف المهاجمين اللي معاه، انما هو اديله شوفه، احنا ما شفناهوش. احنا كل مدير اجنبي فني يجي يمضي العقد من هنا ويروح حاطط احمد حسن كوكا من هنا ويرص بعدين، انا ما اعرفش فيه ايه، ما اعرفش دوت عمل ايه، عمركم سمعت عنه؟ يعني احمد حسن كوكا ده عمركم شفتوا اخبار واحصائيات عن اهدافه واسيستاته اللي بيعملها وهو بيلعب بره؟ انا ما اعرفش، بيلعب في تركيا باين والله ما اعرف. انما كل مدير فني بيجيبه ليه؟ وكلاء لعيبه، النني اللي ما بيلعبش في ناديه انت جايبه ليه؟ وكلاء لعيبه عشان عايز يتسوق اسمه لاعب، وكانوا فاكرين نفسهم بقى زي البطوله اللي فاتت بقى يجوا يعدوا من دوري المجموعات تعبان يا قلبي بثلاث اجوان ولا مش عارف ولا جونين، ويخشوا دور ال 16، ربنا يسهل لها، تعادل بلانتيات، وقت اضافي بلانتيات، يلا يا ابو جبل، يلا يا شناوي، يلا يا ابو جبل، ابو جبل ما يهزك جبل ولا ما يهزك مش عارف ايه، وبعدين يخش على الفرقه اللي بعديها 120 دقيقه تاني برضو، ويا ابو جبل ما يهزك ريح يا ابو جبل. هي دي كره؟ ويوصلوا نهائي زي ما وصلوا السنغال. وسبحان الله، اللي يضيع قدام السنغال ويخسرنا هو زيزو ومحمد صلاح، نجمين المنتخب المصري. فاللي انا عايز اقوله دي منظومه فاسده، وكلاء لعيبه مع اتحاد الكوره. المدرب ده اكيد جاي وكلاء لعيبه يا جماعه قاعدين في القاهره، يعني وكيل اللاعبين ده قاعد في القاهره، مركزه رئيس القاهره، لان هو مش هيلاقي ارض خصبه للفساد زي ما هيلاقيها في القاهره وفي اتحاد الكوره. يا جماعه احنا عندنا مواهب كتيره جدا في مصر، الاهلي والزمالك بالذات، اللعيبه اللي عندهم دي كان زمانها راحت احترفت بره ما جاتش تاني، وكان الاهلي ياخد الدوري والزمالك ياخد الدوري والاسماعيلي ياخد الدوري والاتحاد ياخد الدوري والمصري ياخد الدوري، بس يبقى عندك منتخب مصري 11 لعيب قوي جدا، اللي بيلعب في انجلترا ولا بيلعب في اسبانيا ولا بيلعب في فرنسا، ده في لعيبه في الكونغو بتلعب في دوري فرنسا الدرجه الثالثه. اهم حاجه انه ما يقعدش في الكونغو، اهم حاجه انه ما يقعدش في مصر، اهم حاجه انه ما يقعدش في الكاميرون. هو ده الصح، في لعيبه في الكاميرون وساحل العاج بتلعب في الدوريات درجه ثانيه، في دول اوروبيه ودول امريكا اللاتينيه وحاجات كده يعني. انما احنا خد يا تعالى يا ابو تريكه ياض، انت جاي لك عقد ده لعيبه مصر دي كلها حسن شحاته بسببه جاله عقود احتراف في جميع انحاء العالم، منهم ابو تريكه اللي قال لك اللعب لغير الاهلي كالحرث في الماء. يا سلام، اترش، اقعد يا ابني، هتاخد كام بره؟ رجال الاعمال هيدوا لك اعلانين، تعالى يا ابني انت هتحترف، جالك فين؟ جالك في فرنسا؟ طب خلاص هندي لك اعلانين هنا وتقعد هنا. الزمالك والاهلي كده، وبقيت المقاولين الوحيد اللي طلع لعيبته بره منه محمد صلاح والنني، وهم دول اللي استمروا. تخيل بقى. فانا عايز اقول لك ما تحطش امل، لازم المنظومه كلها تتغير، ولازم الفكر اللي في مصر ده بتاع النادي الاوحد ده يتغير خلاص. يعني هنقول ايه؟ لعيب لما يضرب لعيب ويسب له الدين ياخد حرمان ماتشين من لجنه المسابقات بتاعت لجنه الانضباط، ولجنه المسابقات توقفه الحاج عامر حسين وشيكابالا، ده حسين الشحات سابب واحد بالدين وضربه بالقلم، ولما الولا حب يشتكي ماشي هنوقفك وهنكسحك وهنكسحك وهنعملك ما هو مش لاقي حاجه، لا الواد خد ماتشين اكنه اتطرد ماتش. وشيكابالا في الاحتفال بالدوري بيقول لجمال علام، بيقول له انت اهلاوي افتح البيبان، انت اهلاوي ولا ايه؟ عشان كلمه انت اهلاوي دي خد 12 ماتش وتخففت 8 ماتشات. تخيلوا بقى، لا سبله ولا قال له يلعن ولا ضربه بالقلم ولا مسك ايديه ولا تف عليه لا مؤاخذه يعني، خد 12 ماتش.
واتخففت ل8 بعد كده ونفذهم، وخدنا الدوري تاني سنه. نادي يعمل كباري اللعيبه عادي جدا، نادي اللعيبه عنده اخترق القانون بتاع العقود اللاعبين وهرب من ناديه، عمل له كوبري لبره ورجعه ليه، وواقف بيدافع عنه، بيدافع عن لعيب ما عندوش اخلاق ولا ذوق وما عندوش اخلاق رياضيه. ده المفروض انا لو انت راجع لي ماشي وعايزني اخدك، انا ما اخدكش وانت لعيب وسخ كده، انت لعيب قذر، انت لعيب هربان من النادي. والزمالك كسب القضيه وبقى لها سنتين فلوسه، مش الاهلي بيدافع مستميت مش عاوز يدفعها. نادي زي الاهلي ده مش محتاج لعيبه في مراكز معينه بياخدها من بقيه الانديه اللي ما يحطها على الدكه. ما هو دي منظومه بتفسد، مين اللي بيفسدها؟ هو النادي ده، هو النادي ده. فانا عايز اقول لكم يا جماعه ما عندناش منتخب خالص خالص، ما عندناش منتخب ولا عندنا كرة في المنتخب، لان حضرتك اتحاد الكوره اتحاد فاسد، وبما فيهم حازم امام. مش شرط حازم يكون عنده مسلكه بطال ولا حاجه، انما بيسكت ماشي مع القطيع، مش عايز وده في حد ذاته يعني الشيطان بيقول لك الساكت عن الحق شيطان اخرس. فلازم كلهم يتحاكموا، لازم كلهم بره اتحاد الكوره، لازم يجي اتحاد كوره محترم، في ناس محترمه تقدر تمسك اتحاد الرياضه كره القدم ماشي، وتعلي من شأنه وتحط قوانين وتحط تعليمات صارمه مفيش حد يخالفها. والزمالك يبقى زي الاهلي، والاهلي زي الزمالك، زي الاسماعيلي، زي الاتحاد، زي المقاولين، زي كله 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 كله. والحكم اللي يخدم الاهلي يتقطع وسطه، واللعيب الاهلي اللي يشذ ولا يعمل يا جدع يا اخوانا. عمركم سمعتوا في انجلترا وهي رايحه كاس العالم ليفربول قال لهم مش هنديكم مثلا فلان وفلان 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 عشان احنا عندنا بطوله اوروبا؟ ده مثلا يعني يقدر؟ دول كانوا اتحطوا كلهم في السجن واتحرقوا. تخيل الاهلي ماتش تونس، ماتش ودي لمنتخب مصر، وعامل تجمع، الاخ فيتوريا عامل تجمع، خالتي فيتوريا ده عامل تجمع، والاهلي يسحب لعيبته. مش هديكوا اللعيبه بتاعتي عشان عندي ماتش في بطوله افريقيا. طبعا افريقيا اهم من بطوله الاهلي، اهم من مصر. يروح المنتخب سمعا وطاعا يا فندم حاضر. اتحاد الكوره بقى ما وقفش وقفه ليه؟ ما يقدرش. هو ده شكل الفساد في الكوره في مصر. احنا بقالنا 14 سنه من ساعه اخر 3 بطولات خدناهم مع الكابتن حسن شحاته ماشي، واحنا في النازل. وكل الفرق اللي احنا كنا بنلعبها، احنا كنا زمان ايام كابتن حسن شحاته كان الفرقه تقيله بالنسبه لنا الكاميرون والسنغال وساحل العاج، خلاص، غير الجزائر وتونس طبعا والمغرب، دول طول عمرهم ند لينا يعني. دلوقتي انت عندك موريتانيا واثيوبيا وجيبوتي والاصل الاخضر وغينيا كوناكري وكل فرقه دي طالعه من تحت، وانجولا ايه ده انت زي ما انت وهما فوق. انت لو لعبت موريتانيا دي هتبهدلك، لو لعبت موريتانيا دي هتبهدلك. الحارس المرمى بتاعهم ده ب3 الشناوي، رغم ان قسما بالله لو جبت الشراب اللي لابسه ده حطيته على لبسته لمسطره خشب، هو رجلينه كده سبحان الله، اللهم لا شماتة في الخلق يعني. كل خلقك حلو يا رب، لكن هو جسمه لا ينوم ان هو ممكن يقف يحرس مرمى بالشراسه دي. حارس شرس جدا جدا يعني. فالعوض على الله في المنتخب ماشي بسبب النادي الاحمر في مصر، بسبب النادي الاحمر اللي في مصر. انا بقول الكلام ده من غير تحيز. انا قلت لكم ليه؟ عشان 1 2 3، عشان اللاعب اللي شتم وضرب وما تعاقبش، علشان الكباري اللي بيعملها مش عارف ياخد، عشان اللعيبه اللي بياخدها يركنها على الخط ماشي، هو مش محتاجها. هو لحد دلوقتي ما جابش مهاجمين، خلي بالكم. هو لحد دلوقتي عمال ياخد اللعيبه اللي الزمالك عايزها. نفس الفكره اللي كان بيعمله ايام وكاله الاهرام للاعلان وحسن حمدي. عشان كده
انا قلت لكم في فساد في مصر بسبب النادي ده. لازم كل الانديه في مصر تبقى سواسيه، ولازم كله ياخد دوري وكاس، ونهتم بالمنتخب، نهتم باللعيبه الناشئين اللي عندنا، ووكلاء اللاعبين دول ان الانديه ما تدخلهمش النادي. وكيل اللاعبين بدل ما يجيب اللعيب يقول له انا هطلعك بره عشان ما ترجعش تاني، بيقول له هطلعك وارجعك الاهلي، هطلعك هنا وارجعك الاهلي، ويروح الاهلي يقول لهم هجيب لكم اللعيب ده من الزمالك، زي ما عملوا كده مع امام عاشور بالتواطؤ مع مرتضى منصور رئيس ناديه. امام عاشور كان ممكن يطلع يحترف بره بالامكانيات اللي انتم شايفينها دي، اندفنت في دوري الشركات بتاع مصر ده، اندفنت مع المحله ومع المصري ومع الاتحاد ومع احترام الانديه كلها، ماشي، عشان يلعب في مصر هنا في الدوري، ياخدوا الدوري ويستضيفوه في التلفزيون. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. نتمتع بقى النهارده بالسنغال مع كوت ديفوار، ونشوف بقى بقيه الفرق بتاعت كاس افريقيا وهي ممتعانا بالكره الجميله بتاعتها. وكفايه عليهم كده، كفايه عليهم كده، ده كويس قوي ان وصلوا دور ال 16. شكرا، سلام عليكم.